بقالنا كتير ما اتكلمناش على بورشه، أجمل شعار وأجمل عربيات. شركة في موديلاتها الستاندرد العادية بتكون رياضية وسريعة جدا. معظم الموديلات اللي ظهرت كانت دايما على حسب طلب السوق بنسخ أنقذت الشركة ماليا كذا مرة. بنتكلم عن الاس يو في الجميلة بتاعتهم الكيان مثلا، والتايكان السوبر كهرباء آخر إنتاجاتهم. طبعا موديلات شديدة لكنها كلها كانت رد فعل. العربية الوحيدة اللي عملوها علاشان يقدروا هم فعلا يعملوها كانت البورشه 911، كانت الفعل نفسه بقى. فاحنا اتكلمنا في فيديو زمان عن كل حاجة تخص الموديل ده ال 911، لكن خلينا نروح لبعيد قوي المرة دي، لان الموديل ده مش محتاج مقدمات اصلا، محتاج نقوم نقف تحية للشيء ده وارقامه. فتعال نتكلم عن بورشه 911 تيربو الخارقة. طيب في البداية كده بورش هي شركة مختلفة ودايما مميزة، وده اللي بيخلي اسعار عربياتهم عالية جدا، خصوصا مع النسخ الأقوى. ال 911 تيربو دي سعرها 200,000 دولار، رقم كبير جدا، لكن الموديل ده كل أرقامه ملفتة. لو رحنا وشوفنا المحرك هتلاقيه 6 سلندر، لكنه بتشكيل معين اسمه فلات انجن. السلندرات هنا بتكون نايمة على جنبها يمين وشمال، وبينهم الكرانك شافت. ودي العربية الرياضية تقريبا الوحيدة اللي نزل عليها موتور زي ده، بعيدا عن كام نسخة من سوبارو اللي لا يقارنوا طبعا بال 911 دي. وتمسكهم بالشكل ده من المحركات وكمان بمكانه كونه محرك خلفي، ده راجع للحفاظ على هوية الموديل نفسه. الموديل ده اسمه لوحده هو ليجاسي الشركة كلها، بورش هي ال 911 باختصار. لكن المحرك نفسه يقدر يوفر كل حاجة من ناحية الأداء برضه، لكن ليه مستوى مش هتعرف تعديه كتنافس طبيعي. مشكلة محركات الفلات أو البوكسر كمان إنها لو زادت سلندراتها عرضها هيزيد، وده هيخلي حاجات كتير تتغير، منها تصميم الشاسيه وتوزيع الوزن وكل حاجة تقريبا، خصوصا إن المحرك ده مكانه ورا زي ما قلت لك، وده اللي خلانا ما نشوفش أبدا محركات فلات ب8 سلندر من بورش بشكل إنتاجي أبدا. نزل بس كام مرة على نسخ سباقات زمان كده. المهم إن الحل يا تزود سعة المحرك يا الاختيار التاني اللي نتيجته هتكون مع الوقت جبارة، وهو تزويد تيربو. تزويد شاحن هوائي هيكون الحل السحري لزيادة القوة. فال 911 نزلت ب7 أجيال، والتيربو ظهر من البدايات. كل جيل بيكون ليه كود من 3 أرقام، أولهم لازم يكون 9. الكود الثلاثي ده مش بيعبر عن أي حاجة خاصة بالموديل. الأرقام هنا مش بتعكس معنى معين غير إنها تسلسل زمني للأجيال. فمثلا أول موديلات خالص أيام فرديناند بورشه نفسه، والجيل الأول ده ما كانش ليه كود تعريفي، كانت هي مجرد 911 أو 901 زي التسمية الأولى للعربية. فأول كود معروف فعلا هو 930، عربية أيقونية في الشكل والسرعة. كانت لسه برضو موديلات الجيل الأول، لكن مع إضافة شاحن تيربو هنا على المحرك. كانت أول مرة بورش تعمل الحركة دي لعربيات الشارع في نص السبعينات الكلام ده. وهنا اللي وصل الشركة إن هم ينتجوا عربية سبورت بتيربو كان عالم السباقات اللي دايما بيشاركوا فيه. جت سنة 70 والشركة عملت موديل خارق اسمه 917، ودي نسخة مشهورة جدا كشكل حتى لأي حد محب للعربيات، وكانت متزودة بمحرك 12 سلندر فلات 5000 سي سي، وكانت سريعة كفاية انها تكسب بورش أول سباق ليمان. الخطوة التانية كانت نفس الموديل ده لكن سباق مختلف، سباق في أمريكا اسمه كانام. وكتحسين لأرقام العربية الشركة عملت بروتوتايب وكسرت 700 حصان خارجين من محرك فلات 16 سلندر. فكرة مجنونة جدا وأرقام عملاقة خصوصا مع بورش. لكن بعد دراسة ومقارنة مع البديل للقوة لغوا فكرة ال 16 سلندر دي. البديل كان تربانة نفس المحرك اللي كسب سباق ليمان في الأول. وفعلا ال 917 المحسنة بعد كده نزلت ب 12 سلندر فلات توين تيربو، وكسبت معظم السباقات اللي شاركت فيها. فالإنجازات دي خلت الشركة تقرر تنافس تطبيق فكرة التيربو دي على عربيتهم الأشهر وهي ال 911 طبعا، وتنزل بيها في فئاتها في سباق ليمان برضو. ولكن هنا شرط ال FIA الاتحاد بتاع العربيات والسباقات إن هم يعملوا 400 نسخة من ال 911 المتربنة دي تتباع للعملاء عادي. وهنا ظهور أول كاريرا تيربو للشارع بكود ال 930 وبسعر يجي ضعف ال 911 العادية، ولكن صعب جدا تلاقي حاجة منافسة ليها في سرعتها. كل ده لسه البدايات مع تصميم ال 911 البسيط والجميل جدا. تصميم العربية زي شكل الرفارف المنفوخة اللي تحتها كاوتشات عريضة، الجناح العملاق المشهور باسم ويل تيل اللي كان بيوفر داون فورس وتبريد للمحرك من تحته. فإجمالي أداء العربية كان حلو جدا لوقتها، ومحركها في البداية كان تبريد بالهواء، وهتفضل كده لكام جيل جديد لحد ال 996 أو عند بداية سنة 2000 كده. فتيربو من غير تبريد مية أكيد هيظهر فيه أعطال أكتر من غيره. وكمان التيربو لاج كان فظيع جدا في النسخ دي، لأن التيربو ما بيفتحش غير قرب 4000 RPM، ونظام التعليق كان بدائي شوية،
ومفيش تحكمات للفرامل بشكل إلكتروني وقتها طبعا. كل ده ومع القوة اللي تعتبر عالية وقتها، بنتكلم في 250 حصان. الموديل ده كان ليه لقب ويدو ميكر أو صانع الأرامل، يعني اللي بيركبها وبيحب يجيب بيها سرعات عالية في احتمال ما يلحقش يحكي لاصحابه التجربة الجامدة دي. وفاكر في فيديو بتاع شركة RWB وتعديلات أكيرا ناكاي قلتلك إن الناس بتشتري نسخ من بورش 911 قديمة سعرها قليل وتعمل عليها شكل ملفت متعدل. واحدة من العربيات دي كانت النسخ الأولى للكاريرا تيربو، سواء في الجيل الأول أو التاني أو حتى التالت، اللي لو فيهم أعطال كتير بتقل من قيمتهم جامد. وبعد ظهور السرعات القصوى على الأوتوبان، البورش شهرتها وصلت لحد اليابان. في بورش تيربو حاجة من مستوى أسطورة كده، كانت بتاعة المؤسس لنادي ميد نايت كلاب يوشيدا، والنسخة دي متسمية باسمه يوشيدا سبيشال. نسخة مميزة لأقصى درجة، ومع راجل مهووس بالسرعة هو وكل اللي حواليه. تعدلت مرات كتير واتصرف عليها مبلغ حلو، لحد ما وصلت في الثمانينات على طريق ياتابي سريع إنها جابت سرعة 300 كيلو في الساعة. السرعة دي عالية جدا حتى لوقتنا ده، ولو مش مقدر الرقم ده كويس، في وقتها الفيراري الاف 40 كان التوب سبيد بتاعها 320 كيلو. وفي لقطات كتير حصلت من بعدها، منهم مثلا ان شركة التعديل راف، شركة متخصصة في تزويد عربيات بورش بالتحديد، عرفت تجيب سرعة قياسية جديدة على حلبة ناردو بالبورش تيربو، جابت 340 كيلو في الساعة. كانت نسخة خارقة من ال 911 بلون أصفر سموها العصفورة الصفراء. الكلام ده جميل جدا، لكن صاحبنا يوشيدا كان عايز يعلي عليه، ومن غير تفاصيل كتير لأن الموضوع ده حكاية لوحده. الراجل جمع تمويل كبير وعرف بكل علاقاته إنه يوصل لشركة بورش نفسها إنها هي اللي هتعدل العربية بتاعته اليوشيدا سبيشال، وإنها تخليها تجيب رقم سرعة محدش وصل له قبل كده على موديلات ال 911. وفعلا قسم السباقات لبورش في مدينة وايزك هو اللي مسك المهمة دي. والعربية لما رجعت على اليابان اتجربت كذا مرة، فأول مرة سجلت سرعة 300 بس ده من غير الوصول للحد الأقصى للمحرك. تاني مرة كان في ضباب شديد والمحاولة اتأجلت، وبعد كده المحرك ده طلع دخان أبيض والمحرك خرج برا العربية واتظبط للتجربة من تاني. وبعد كده التربوهات كانت عاملة مشاكل مع البرمجة وليلة كبيرة قوي، نهايتها إن الكل أجمع إن عربية يوشيدا البورش تيربو كسرت مستوى سرعة 340 كيلو في الساعة، لكن فين وإمتى بالظبط وفين التصوير للكلام ده ما حدش يعرف. وبعد كل ده كلمة تيربو مع بورش بقت علامة مسجلة، معروفة بالسرعة العالية والتسارع اللي يخطفك سواء من الثبات أو من الرولينج، لدرجة إن لما الشركة من كام سنة نزلت موديل كهرباء اللي هي التايكان، الفئة الأعلى من الأداء كان اسمها برضو تيربو، وتمر الأجيال وتيربو ورا التاني لحد ما بنوصل للشيء ده. بورش 911 تيربو أجدد جيل ال 992، فموديل طيارة من الآخر، ومحرك 6 سلندر فلات متزود بتوين تيربو، سعته 3800 سي سي، بيطلع 580 حصان، وطيران بقى طبعا لل 100 كيلو في ثانيتين و8 أجزاء بس. وكتوب سبيد بتوصل ل 330 كيلو في الساعة. كل الكلام ده انت غالبا عارفه، وعارف انها ارقامها احسن من كده كمان مع فئة التيربو اس. معروف جدا انها اسرع اكسلريشن ممكن يطلع من عربية بنزين. فال 911 موديل قوي جدا، بتنافس عربيات هايبر كار ب10 اضعاف ثمنها. هي سعرها 200,000 دولار بسبب قلة عدد الموديلات، لكن كمان بسبب الصرف والتطوير اللي الشركة بتعمله دايما علشان تعرف تطور منظومة تكون احسن من اللي قبلها بمراحل، لان الكاريرا العادية بتطلع 380 حصان، فوجود التيربو مزود 200 حصان زيادة واكتر كمان مع نسخ الاس. السيستم بتاع التيربو هنا اسمه VGT Variable Geometry Turbo، وشركة بورش كانت أول مصنع أوروبي يعتمد الطريقة دي في تصميم التربو. الفكرة الرئيسية هي تسريع تدفق الهواء اللي داخل التربو على السرعات القليلة، وفي نفس التصميم يكون فيه تدفق هواء كبير جدا على السرعات العالية. زي ما انت عارف التربو مقسوم لمروحتين، واحدة مروحة توربينية ودي اللي العادم بيمر من خلالها ويلفها علشان تحرك النص التاني للتربو، وهي مروحة الكمبريسور اللي بتشفط هواء من بره وتضغطه لجوه المحرك، وهي من اسمها الكمبريسور بتضغط الهواء. والهواء المضغوط ده اللي بيعبر عنه كلمة بوست اللي بيتقاس بوحدة البار. كل ما زاد البار زاد كمية الهواء والأكسجين اللي داخلين، وكنتيجة تزيد القوة اللي المحرك هيطلعها بشكل متوازي. الفكرة ان السرعات القليلة او ال RPM القليل مش بيكون كفاية انه يلف التوربينة بحركة سريعة جدا، فالسحب الناحية التانية بيكون برضو ضعيف، وده اللي بيوصل للتيربو لاج اللي كل الشركات بتحاول تعالجه. فالحل انك تقلل حجم ووزن التوربينة دي وتركب تيربو مقاسه صغير يشتغل بكفاءة من مجرد دوسة بنزين متوسطة. ولكن هنا على ال RPM العالي تدفق الهواء هيكون محدود بمقاس مروحة التربو الصغيرة دي، والبوست مش هيكون كفاية لتوليد قوة كبيرة جدا. فبورش عملت حل كان موجود لكن ما كانش فيه شركات تانية مطبقة على محركات البنزين، ونزلت بتصميم جديد على البورش تيربو موديل 2006. حتة الفاريبل جيومتري دي يعني هندسة متغيرة لتدفق الهواء، زي ما يكون في اكتر من مقاس لمروحة التربو.
بفكرة بسيطة جدا، وهي وجود شفرات حوالين المروحة متثبتة بمسامير وبتكون عاملة زي بوابة الهواء بيمر من خلالها. فعلى ار بي ام قليل الشفرات بتقفل على بعض وبتضيق مساحة مرور الهواء ده، وعلى ار بي ام عالي بتفتح تدريجيا لحد اقصى نقطة بتكون كأنها مش موجودة، والمروحة كلها يدخل لها الهواء بشكل مباشر. وهي فكرة مرور الهواء من خلال ممر مساحته أضيق في النهاية بتسرع حركة الهواء. الفلو بتاع العادم سرعته بتزيد وبتلف التوربينة بشكل أسرع، وده اللي بيوصل لبوست عالي جدا من البداية خالص. بورش 911 تربو بمنتهى البساطة زيرو توربو لاج. الموضوع قريب من فكرة تصميم عمود الكامات الفي في تي اللي بيسمح بوجود شكلين من الكامات، واحدة تتحكم على الار بي ام القليل والتانية بشكلها الرياضي تتحكم على العالي. فالبوست بيفتح لحد بار ونص، نفس القدرات بتاع التربوهات الجي تي 2 ار اس. فطبعا حاجة قوية جدا ان نسخة مصممة للشارع تقريبا توصل لارقام بتاعت نسخ السباقات. 1.5 بار ده ممكن يبان رقم قليل لو قارنته بتعديلات مبالغ فيها بتتعمل على بعض المشاريع، لكن كستوك ده مستوى عالي جدا من القوة. وهي دي موديلات التربو من ال 911 بتكون متزودة بتوين تربو والفي جي تي. الفكرة بسيطة لكن النظام معقد جدا وفيه قطع كتير بتتحرك، وده اللي كان بيعمل مشاكل مع النوع ده من الموديلات في الاول خالص. ده غير طبعا ان تكلفة انتاجه اعلى بكتير من التربو العادي، لان المواد اللي معمول منها كل الاجزاء اللي جنب التوربينة بتكون مواد غالية جدا علشان تعرف تستحمل الحرارة الرهيبة اللي هتوصل ل 1000 درجة مئوية. فالجيل الاخير فيه تربوهات اكبر وممرات هواء محسنة وتبريد بكفاءة اقوى. تطويره خلى كل حاجة احسن من التربو 991 اللي هي كانت عربية خرافية اصلا. فمن الاخر بورش بتعلي على نفسها، وموديل التربو اس بالنسبة للشارع هي العربية الالتيميت من ناحية التسارعات، ومفيش كتير احسن منها فعلا. محرك 6 سلندر بيتقارب بنسخ هايبر وموديلات سوبر كهرباء. وبس كده، ده كان كلامنا عن واحدة من اكتر الموديلات اللي انا فعلا بحبها. فاكتب لنا رأيك عنها في الكومنتات. سلام.